النجاح الحقيقي مش في المال ولا الشهرة ولا المنصب. النجاح الحقيقي هو إنك تكون ناجح مع الله. لما علاقتك بربنا تبقى قوية كل حاجة في حياتك بتتصلح، قلبك يهدأ، علاقتك تتحسن، وبركة ربنا تملأ أيامك. إزاي تكونوا ناجحين في علاقتكم مع ربنا، وإزاي تقيموا نفسكم في كل نقطة من 10 علشان تشوفوا انتوا واقفين فين وتعرفوا ايه اللي محتاج يتصلح. حضروا ورقة وقلم ويلا بينا. أول حاجة الصلاة، لازم تحافظوا على الصلوات في وقتها، وخاصة صلاة الفجر والعصر. حاول تاخد تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد عشان تاخد البراءتين من النار ومن النفاق. لما تصلي خلي بالك تبقى مركز مع ربنا، وتخيل إنها ممكن تكون آخر صلاة في حياتك. وما تنسوش صلاة الرواتب 12 ركعة في اليوم عشان يتبني لكم بيت في الجنة. واجلسوا بعد الفجر لحد ما تطلع الشمس ولو مرة في الأسبوع عشان يبقى معاكم شحنة إيمانية لليوم كله. وقيم نفسك من 10 في نقطة الصلاة. لو بتصلي الخمسة في وقتهم باستمرار خاصة الفجر اكتب 10، ولو بتصليهم كلهم لكن أحيانا أو بتأخر اكتب 7 أو 8، ولو بيفوتك صلوات كتير اكتب 5 أو أقل. وما تخليش الرقم يضايقك، خليه يكون دافع ليك تزود فيه نقطة الشهر ده. رقم 2 الدعاء. علشان دعائكم يتقبل لازم تاكلوا حلال وتشربوا حلال، وتعلموا الأدعية اللي في القرآن والسنة واستخدموها في دعائكم. في أوقات كتير ربنا بيستجيب فيها الدعاء، زي بين الأذان والإقامة وفي السجود وفي آخر الليل. خلي ليكم دعوات معينة تكرروها وربنا هيعمل لكم بيها واحدة من 3 حاجات: يا هيستجيبها في الدنيا، يا هيخزنها ليك في الآخرة، يا هيبعد عنك بها شر. لو بتدعو بس مش باستمرار ومش متابع أوقات الاستجابة اكتب 6 أو 7. لو بتذكر ربنا في الدعاء قليل اكتب 4 أو 5. وما تستعجلوش النتيجة، الأهم من التقييم انكم تبدأوا من النقطة اللي انتوا فيها. رقم 3 الذكر. دايما اذكروا ربنا في كل وقت، في الصباح والمساء وقبل ما تناموا وفي الشوارع. خلي ليكم أذكار معينة تقولوها كل يوم. حاولوا تربطوا كل حاجة بذكر الله، يعني لما تدخلوا البيت اذكر الله. أذكار الصباح والمساء حماية ليكم من كل حاجة وحشة. وقيم نفسك من 10. رقم 4 القرآن. خلي ليكم ورد قرآن تقرأوه كل يوم. اعملوا خطة تحفظوا فيها القرآن حتى لو هتاخد 10 سنين. خلوا عندكم مصحف خاص تفتحوه وتفكروا في معاني الآيات. وقيم نفسك من 10. لو ليكم ورد يومي ثابت وبتتدبروا في المعاني وبدأتوا فعلا في خطة حفظ اكتبوا 9 أو 10. بتقرأوا باستمرار لكن من غير تدبر أو خطة واضحة للحفظ اكتبوا 6 أو 7. بتهجروا القرآن فترة طويلة وعلاقتكم بيه متقطعة اكتبوا 4 أو أقل. وما تقلقوش من التقييم حتى لو هتقرأوا صفحة واحدة بس بتركيز من النهاردة. كده انتوا بدأتوا تبنوا علاقة جديدة مع كلام ربنا. استعينوا بالله والخلوة مع الله. حاولوا تاخدوا وقت كل يوم تتكلموا مع ربنا. اللي بيكون قريب من ربنا بيحس براحة مش موجودة في أي حاجة تانية. هتلاقي ان الكلام مع ربنا بيعطيك طاقة وهدوء نفسي. واعملوا كل حاجة لربنا بس مش عشان الناس، المهم ربنا يبقى راضي عنك. النجاح الحقيقي في علاقتك مع ربنا. ابدأ من النهاردة تعمل الخطوات دي، وحاول تقيم نفسك كل شوية، وافتكر انك لما تنجح في علاقتك مع ربنا هتنجح في كل حاجة تانية في حياتك. ما تستناش بكرة، ابدأ النهاردة وربنا هيوفقك إن